في حاجات في الدنيا دي مش المفروض نقرب منها. حاجات كل ما تبص فيها تحس ان في حد بيبص جواك، جوا روحك. النهاردة هحكي لكم قصة حقيقية حصلت في القاهرة من كام شهر بس. قصة مروان والخاتم اللي غير حياته للأبد. وصدقوني اللي هتسمعوه دلوقتي ممكن يحصل لأي حد فيكم. مروان شاب زي أي شاب في أواخر العشرينات، كان ماشي في الشارع بيدور على محل أنتيكات، عايز يشتري حاجة كده شكلها مختلف وليها قيمة. الوقت كان المغرب تقريبا. وقف قدام محل انتيكات صغير ما كانش واخد باله منه قبل كده، رغم انه كان بيعدي من الشارع ده كل يوم تقريبا. المحل كان شكله قديم قوي، والواجهة بتاعته مليانة تراب ونقوش غريبة محفورة على الخشب. مروان دخل المحل، وأول ما فتح الباب سمع صوت الجرس بتاع المحل. صوت غريب كده، كأن حد بيحذره من حاجة. ما خطش في دماغه. المكان كان مليان حاجات قديمة، ساعات عطلانة، مرايات مكسورة، تماثيل صغيرة شكلها مش طبيعي. صاحب المحل كان راجل كبير في السن، لابس جلابية قديمة. بص لمروان كده بغرابة، وابتسم ابتسامة مريبة، وقال له: أهلا يا ابني، جاي تدور على ايه بالظبط؟ مروان رد بصوت عادي، قال له: والله أنا نفسي في حاجة مميزة، حاجة مختلفة. الراجل العجوز قام مشي ببطء ناحية رف خشبي كده في الضلمة، طلع منه علبة مخملية صغيرة. ولما فتحها ظهر خاتم فضي عليه نقوش عربية قديمة. النقوش كانت غريبة قوي، محدش يعرف يقراها تقريبا، لكنها كانت جميلة وشكلها جديد في نفس الوقت. الراجل قال: الخاتم ده عنده تاريخ طويل قوي يا ابني، قديم قوي، لكن لازم تعرف انه مش لأي حد. مروان ضحك، قال له: يعني ايه مش لأي حد؟ الراجل سكت للحظة، وبعدين قال بصوت واطي: الخاتم ده بيختار صاحبه، مش صاحبه اللي بيختاره. مروان حس ان الكلام ده مجرد دعاية للبيع او كلام بيقوله عشان يشدني اشتري الخاتم. مروان اتفق معاه على السعر وخد الخاتم. في الطريق للبيت مروان كان حاسس ان الخاتم تقيل في ايده، تقيل اكتر من اللازم، كأنه شايل حاجة اتقل من مجرد معدن. لبسه في صباع ايده اليمين، واول ما لبسه حس ببرودة غريبة اتسربت لجسمه كله. برودة وصلت لعظمه. وصل البيت واتعشى وحاول ينام، لكن ما قدرش. كانت الساعة حوالي 3 الفجر، الوقت اللي بيقولوا عليه ساعة الشيطان. مروان كان صاحي على السرير، حس ان في حد واقف في الأوضة معاه. فتح عينيه ببطء ولقى ظل واقف جنب الدولاب. قلبه كان هيقف. بعدين الظل اتحرك بطريقة مش طبيعية، زي ما يكون بيتزحلق على الأرض من غير ما رجليه تتحرك. مروان نط من على السرير وولع النور بسرعة، بس ما كانش في حد. قعد على طرف السرير وهو بينهج، بيقول لنفسه: أكيد ده حلم، أكيد حلم وخلاص. بص على الخاتم اللي في إيده وحاول يشيله، جرب يطلعه من صباعه، بس ما قدرش. حاول تاني بقوة أكتر، الخاتم ما كانش بيتحرك خالص، كأنه اتلحم في جلده. بدأ يحس بالرعب الحقيقي. حاول يستخدم صابون، زيت، أي حاجة، لكن الخاتم كان لازق تماما. وفجأة سمع صوت همس جاي من الصالة: مروان، مروان. الصوت كان خافت بس كان واضح، صوت راجل عجوز بيهمس باسمه. مروان خرج من الأوضة بحذر، قلبه بيدق بسرعة رهيبة. الصالة كانت ضلمة، ولما ولع النور ملقاش حد. لكن لما بص في المراية الكبيرة اللي في الصالة شاف نفسه واقف، وورا ظهره شاف ظل اسود كبير وعينين حمرا بتبصله في المراية. صرخ وجري لورا، ولما بص تاني الظل اختفى. الصبح مروان راح شغله وهو محطم وتعبان تماما. زمايله لاحظوا ان شكله متغير، في هالات سودا تحت عينه، وان ايده بتترعش. واحد من زمايله سأله: انت مالك يا مروان، تعبان ولا ايه؟ قال له: لا، انا كويس. لكنه ما كانش كويس خالص. كل ما يبص على الخاتم يحس انه بيسخن، كل ما يحاول يركز في شغله يسمع صوت الهمس تاني: مروان، تعالى، ارجع لي. وفي وسط اليوم قرر انه لازم يرجع لصاحب المحل، لازم يفهم اللي بيحصل. راح لنفس المكان ووقف قدام المحل، لكن المحل كان مقفول، وواجهة المحل كانت متغطية بالتراب أكتر من الأول، كأن محدش فتح المحل ده من سنين. سأل صاحب المحل اللي جنبه: هو المحل اللي هنا ده صاحبه فين؟ الراجل بصله بصة غريبة: محل ايه يا ابني؟ المحل ده مقفول من 20 سنة، صاحبه مات من زمان. مروان حس ان الأرض بتتهز من تحتيه. مستحيل،
مات ازاي؟ انا اشتريت منه خاتم امبارح. الراجل بص للخاتم في ايد مروان، فجأة برق بخوف. قال له ربنا يستر عليك يا ابني، الخاتم ده انا شفته قبل كده، كان لابسه واحد قبل كده واختفى. مروان رجع البيت وهو حاسس انه في كابوس مش عارف يصحى منه. دور على النت على الخاتم وبحث عن النقوش اللي موجودة عليه. لقى معلومات مرعبة. الخاتم ده كان مذكور في مخطوطة قديمة، كان اسمه خاتم الأرواح المحبوسة. كان الناس زمان بيستخدموه في طقوس شيطانية، بيسحبوا فيه أرواح الموتى، وأي حد يلبسه الأرواح دي تبدأ تسيطر عليه لحد ما تاخد جسمه بالكامل. المخطوطة كانت بتقول إن الطريقة الوحيدة لكسر اللعنة دي إنك تلاقي الروح الأصلية اللي محبوسة في الخاتم وتحررها. الليل جه ومروان كان عارف إن مفيش وقت. حس إن الخاتم بيسخن قوي، بدأ يسمع أصوات كتير حواليه، أصوات بتضحك، أصوات بتصرخ، أصوات بتهمس باسمه في كل ناحية. قعد في وسط أوضته، قرر إنه يواجه الموضوع. قال بصوت عالي: مين اللي محبوس جوه الخاتم ده؟ مين؟ اتكلم. الأوضة بدأت تبقى باردة، الجو بدأ يسقع، باردة بشكل مش طبيعي. النور بدأ يرمش وبعدين طفى، بقت الدنيا ضلمة. وفي الضلمة ظهر راجل عجوز واقف قدامه، نفس الراجل اللي باعله الخاتم، لكن المرة دي راجل ما كانش عنده رجلين وعيونه كانت بيضة، تحسه كان طاير في الهوا. قال له: انت اخترتني والخاتم اختارك، دلوقتي لازم تكمل المهمة. مروان صرخ: انا مش عايز حاجة، خد الخاتم ده وامشي. الروح ضحكت ضحكة مرعبة: ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش تشيله لما تجيب روح تانية، روح بديلة. مروان فهم ان اللعنة دي مش هتخلص غير لما يلبس الخاتم لحد تاني. مروان فضل لوحده في الأوضة طول الليل، والصبح الخاتم اختفى من ايده، زي ما اتلبس اتشال بنفس الغموض. مروان راح الشغل وحياته رجعت طبيعية، لكن حاجة واحدة اتغيرت فيه. بقى يبص للناس في الشارع بطريقة غريبة، بيدور على حد، أي حد. بعد أسبوع زميله في الشغل أحمد قال له: يا مروان، نفسي في حاجة أنتيك كده مميزة، تعرف مكان كويس؟ مروان ابتسم له ابتسامة باردة وطلع من جيبه علبة مخملية صغيرة. قال له: عندي ليك الحاجة المثالية. ومن ساعتها مروان اختفى. هل فعلا مروان نجي من اللعنة ولا بقى جزء منها؟ الحقيقة محدش عارف، لكن لو شفت يوم خاتم فضي عليه نقوش غريبة ما تقربش منه، لأن بعض الحاجات أحسن ما تتفتحش أبدا.